إيه اللي هيحصل لو سِبت نَفْسك للرأسمالية؟ تعرف الإجابة باختصار من خلال قصة حقيقية حصلت. كان في قائد مشهور اسمه أيسبرج، كان متمرس جدًا في شغله لدرجة إنه عارف لمّا يشوف البنت ممكن تشتغل معاه فترة قد إيه من غير ما تنهار منه. يعني زي بالضبط ما أنت لمّا تشتغل من 10 ل18، يعني زي ما الرأسمالية في الشركات بتتحكم في وقت شغلك. الميزة التانية في أيسبرج كانت إنه بيعرف يختار الشخص الصح للمهمة الصح. اختار بنت تقدر تتحكم في كل البنات اللي مشغّلهم عنده. الست دي كبرت والفترة اللي هو محددها لها خلصت، المفروض يستغنى عنها، لكن في نفس الوقت هو محتاجها تكمل شغل عشان تفضل مسيطرة على كل البنات الشغالة عنده، فطلب منها مهمة أخيرة وخلاص هتسيب الشغل. الست وافقت على كده وهي كمان كانت عايزة كده في الأساس. طلب منها إنها تقابل شخص معين في فندق معين، هتحط له دوا في مشروب بحيث ينام، وهتلاقي معاه شنطة تحت السرير. أول ما المنوم يشتغل هتاخد الشنطة دي وترجع لايسبرج. لكن اللي حصل إن الراجل لمّا شرب المشروب مات، هي بدأت تنهار مش عارفة تعمل إيه، راحت اتصلت بآيسبرج وحكت له القصة. وصل آيسبرج للفندق وسألها عن كمية الدوا اللي حطته في المشروب، اكتشف إن هي حطت كل الدوا مش جزء منه، فبدأ يلومها في موت الراجل، لكن في نفس الوقت قال لها هاقدر أخرجك من المشكلة دي ببساطة. اتصل بدكتور صديق ليه، وصل الدكتور كشف على الراجل لقى الراجل ميت، فاتصل آيسبرج باتنين من رجالته، وصلوا بسجادة شالوا الراجل جوه السجادة ومشيوا بيه. هنا قدر يتخلّص من الجثة، قال لها تنزلي من الفندق الأول، بعد كده أنا هانزل بعدِك عشان ما حدّش يشوفنا مع بعض. اتقابلوا في العربية برّه الفندق، وبدأ يقول لها إنها لازم تستخبى عنده مدة لحد ما الأمور تهدى وما حدّش يكتشف إن في حد مات. الحقيقة ورا القصة دي كلّها إن الراجل ما ماتش ولا حاجة، كل ده كان مُدبّر من أيسبرج. الراجل اللي كان المفروض يموت ومعاه الشنطة هو صاحب أيسبرج أصلًا. الدكتور ما كانش دكتور ولا حاجة، الدكتور كان جزار. الاتنين الرجالة اللي شالوا الجثة هم أصحابه، وشنطة الفلوس اللي كان المفروض يسرقها هي الشنطة اللي كسبها من ورا شغل البنات. ليه عمل ده كله؟ عمل ده كله ببساطة عشان يبان في دور المنقذ وإنه كده بيحميها. فأكيد رد فعلها إن عمرها ما هتنسى المعروف ده ليه، وهتحس دايمًا إنها مدينة ليه، وهتكمل عادي في الشغل معاه. الملخص ببساطة إن ايسبرج ده هو الرأسمالية، البنت هو أنت في عالم الرأسمالية. العقود وضغط شغل الشركات هي مدة شغل البنت والضغط عليها لحد آخر لحظة. موقف الإنقاذ المزيف دوت هو الزيادة في الفلوس اللي بتجيلك وأنت بتقول للشركة خلاص أنا مش هقدر، أنا مش هكمل. في النهاية نتمنى تكون استفدت أي حاجة، متنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب. سلام.